البودرة بطلت تجاوب، الجوكر بطل يجاوب، اللي كنت تاخذه كيس مثلا صرت تاخذ 4 باليوم. اذا انت معكش مصاري وبدك اياها المادة هاي تعمل السبعة وذمتها. انا قصتي بلشت من 2012. مجموعة من الاصدقاء واصحابي قاعدين مع بعض، كان عندي مشاكل وعندي هموم، فكانت من احد الجلسات انه في موجود مادة الحشيش، وانا كنت كثير مخنوق ومتضايق، فانمدت علي بشكل عفوي انه انا كنت اطلع عليهم شو اللي بتاخذوه شو ما بتاخذوه. قال لي جرب وشوف كيف راح يصير معك، هسه بتفك من الاشي انت واقع فيه او تنساه بالعربي. المهم اخذت السيجاره، سحبت اول سحبه، السحبه الثانيه، الثالثه، عملت لي مود، بلشت بنوع من الكيف انه اخذت هاي الماده انبسطت عليها. راح اول يوم، ثاني يوم بنفس قاعده 2 3 من اصحابي كمان اضطريت اني ادخن هذا الاشي، واخذته وجربته ونفس الموضوع اعطتني انبساط بس تعطيني مؤقت. بعدين مشيت معي الايام اول باول صرت اطلبها لهي الماده، اضطر اني ايش بدي اخذها، مش انه انا مدمن عليها، لا، انه انا صرت اقول انه هذا الاشي بيطلعني من المود اللي انا فيه. فمشان هيك انه انا صرت ابحث عنها بشكل بسيط، يعني وين في قاعدين من اصحابي، اعرف وين قاعدين وين رايحين، ادور عليهم، اتقرب منهم مشان اخذ هاي الماده. مره على مره على مره على مره صرت انا اطلبها، انه انا مش عارف اقعد بالبيت الا تكون موجود معي هاي الماده. فصرت اضطر اني اروح انا بنفسي ادور على الشخص اللي هو بيجيب هاي الماده من اصحابي، اتقرب له اكثر مشان اروح اجيب هذا الاشي. لحتى رحت تعرفت على مين؟ على الليدر او التاجر بشكل عام. صرت انا مثلا بدل ما اخذها من اصحابي صرت اخذها من مين؟ من التاجر مباشره. كانت في البدايه اخذ مثلا قطعه صغيره تسلكني بيوم يومين ثلاثه، لانه كان بالاول وبالاخر انه انا كشخص مش مدمن، انا كنت اخذها على اساس انها هي كيفي وانبساط فقط لا غير. فبعدين صرت اضطر اني اروح انا اشتري بايدي بنفسي، صرت اخذها مره ومرتين وثلاث واربعه، والمود يظل عادي بسيط، ما اقدر ارجع للمود اللي انا اخذته كاول مره وثاني، اللي هو كان يعطيني جو الانبساط. فصارت تمشي الايام، اضطر اصير اروح انا على التاجر يصير يعرض علي اشياء ثانيه، انه بدل ماده الحشيش انه في اشياء ترفع لك الجو. صرت اساله لانه صار عندي فضول، انه انا قاعد باخذ ماده الحشيش او ماده الماريجوانا، فانا بدي مود يوصلني للسماء او يرفعني فوق فوق فوق، يعني خليني شخص خيالي زي ما انا اول مره والثاني اخذته، اللي كان الجو يعطيني الجو الانبساط. بس التاجر نفسه بصير يعرض عليك اللي هي المواد الثانيه كحبوب، كبودره، كفتره الجوكر لما كانت نازله. فانا صرت ايش؟ اني ازود الجرعات، وبنفس الوقت اني صرت اسحب كميات اكبر. بالاول بلشت بقطعه صغيره او بسحبه وسحبتين، بعدين بلشت الامور اني اجيب وصله، بعد الوصله صرت اجيب وصلتين، في شيء بسموه القداحه، صرت اكبر الموضوع اول باول. وبعدين انه صرت اخذ معها مواد ثانيه اللي هي تبلش بالمخدرات كحشيشه وكالحبوب. هذا الاشي كان يتعبني اكثر، وصرت ادور وين الشلاليه اللي بتهتم بهذا الموضوع، بسموها غرزه او بغرفه مغلقه، ننعزل عن العالم، وين في مزرعه، وين في قعده حلوه، وين في سهره حلوه، اني بس ادور على هذول الاشخاص اللي بسموهم التيم النواشف، انه تقعد معهم بحيث انك تعطي هاي الماده مشان انه تهيئ لحالك الاجواء. يجي يقعد معك اصحابك المناح النظاف واولاد الناس والعالم اللي هم زيك وزي بيئتك وزي اصلك، ينصحوك لا تعمل هيك يا صاحبي، يا صاحبي انت ماشي بتيار مش تيارك، انت ماشي بشيء كبير غلط. ما ارد ما اسمع، لانه انا الشخص الذكي وانا الشخص الفهمان بهذا الاشي وانتم بعيدين عني. انا بدي سعاده. انا اليوم اشتغلت بروح على البيت ما اطلع لا اصحابي ولا اصدقائي، صرت انعزل بغرفتي، اظن الف هاي الماده واقعد واصير اتخيل هذا الاشي براسي، انه انا زلمه بكره بدي اعمل كذا، بدي اعمل كذا، بدي اجيب مصاري من كذا، بدي اشتغل. فانت بتحس انه المصاري اللي كانوا يجوك واللي انت قاعد بتطلعهم عم بروح على اشي ثاني وانت ما بتقدر تعوضه. يعني بيجيك باليوم مثلا نحكي 30 دينار او 50 دينار،
ال50 دينار وال30 دينار بتروح تجيب فيهم ثاني يوم ثالث يوم. ليش؟ انت مضطر تروح تجيب هذا الشيء، لو صار هذا الشيء بجسمك انت مخدر اصلا بس انت مو حاسس. بعدين انا بطلت احسب هذا الشيء، بعدين رحت اضطر انه اتاجر. شو في شيء اقوى يا حبيبي؟ صاحبنا حبيبنا بدك تصير ايش؟ تراضيه، تحكي معه باسلوب حلو بحيث انه يعطيك الشيء انت اللي بدك اياه، بيعرض عليك ماده ثانيه لحتى انت تضلك تيجي لعنده باستمرار، تتعامل معه فقط. الحياه عم بتمر معي، الوقت بمر معي يوم عن يوم، حياتي اسوء، تعاملي بالشغل تغير، تعامل مع الناس اللي حوالي تغير، عدم الثقه، الخوف، لحتى انا وقعت بالمشكله الاولى اللي هي انه انمسكت من وراء هاي الماده. مسكت، حبسنا، توقفنا، دخلت على هالسجن فتره صغيره وطلعت. طلعت على اساس اني انا بدي اتوب. ليش؟ انذليت، عشت باهانه، عشت بمجتمع أنا مش مجتمعي. اهلي ناس محترمين، انا شخص متعلم ودارس مثقف، كنت رقم 1 مبيعا بشركتي اللي انا بشتغل فيها. لما انا انسجنت فبلشت شوي انه اصحصح شوي. هي كانت فتره صغيره بالسجن كقيد اول، ما كانت فتره طويله. انه عشت بهاي اللحظه انه صرت افكر انه مستقبلي وحياتي والله صنع. فبيعرض عليك اصحابك تعال خلينا نشوفك اذا بنقعد معنا قاعده قعدتين، بدناش نعمل اشي، غير مود، اذا مغير نفسيه بتروح تقعد مع هالشله مع الاصحاب اللي هم هذول اصلا ما بيحبوك، بدهم اياك تضلك بالدائره تاعيتهم، ممنوع تروح انت صاحبنا وحبيبنا. فبتضطر انه مع اصحابك لما تروح تقعد معهم انت انمسكت خلص، نص يد يصادوك، بدهم يرجعوك. اول سحبه الثانيه انت رجعت خلص، لانك انت اصلا هي فتره التعافي من اسبوع ل 40 يوم، انت بتكون شخص طبيعي كبدايه. لما انت بترجع داخل فتره ال10 ايام مع الشله واصحاب، سيجاره سيجارتين خلص، فبترجع اسوء مما كنت عليه. وغير هيك انك تفكر حالك انه حياتك خلص اتدمرت وحياتك وقفت وانت اكلت قيد، فبصير انك انت خلص بدك تبيع كل شيء. انا خلص تعطيت وانمسكت، يلا خلص بدي اضلني ماشي مع هاي الحياه. بصير ازيد الجرعات واصير اطلع اكثر وادخل بالموضوع بعمق اكثر. هلا انا شو بدي اصير؟ بدي اصير انتقم من الناس اللي حوالي اللي هم علموني على هذا الاشي. كيف بدي انتقم؟ انا بنفس الوقت انه انا زلمه انتوا خليتوني ادمن على هذا الاشي، واللي كان يجيب لنا مثلا بصير عليه مشكله او بكون تاب او وقف عن هذا الاشي. فانا بضطر ان انا اصير ايش؟ تكون علاقتي مع الليدر نفسه، مع التاجر نفسه اللي كنت انا اخذ منه حبه وحبتين وثلاث واربعه، اصير اروح اخذ منه شريط، اصير اخذ من عنده شيء اكبر كف، اصير اخذ يعني مواد. يعني مثلا صرت ازيد الراتب اللي انا بستلمه، صرت اضطر اني اروح انا اجيب في مخدرات مشان اوزع على اصدقائي وعلى اصحابي. كيف كان الشخص الاول يعمل معنا؟ انا صرت اعمل زي هيك. ليش؟ لانه انا صرت عم بحس انه انا لازم اطلع كيفتي ببلاش. المرحله اللي وصلت فيها انه انا قاعد بخسر شغلي، بخسر اصدقائي، قاعد بخسر اهلي وانا مش حاسب حالي، لدرجه انه انا كنت ساكن بمنطقه وعايش مع اهلي، اضطريت ان ارحل على منطقه ثانيه اعيش فيها لحالي بنفسي، مشان انه اعيش الجو اللي انا بدي اياه اللي هو بعيد عن اهلي. لانه انا صارت علي مشكله اللي هي القضيه الاولى وطلعت، حتى صارت معي اللي هي القضيه الثانيه، انمسكت على مخدرات وعلى تعاطي. هسه هون انا بالحاله هاي انسجنت فتره اطول من الفتره الاولى. الفتره الاولى قعدت 7 ايام، الفتره الثانيه قعدت 21 يوم. انسجنت، طلعت من السجن مفصول من شغلي. اصحابي وحبايبي اللي كانوا معي 24 ساعه صاروا يقولوا لك هذا الزلمه اتدمر خلاص خليني بعيد عنه. اصحابي الاصدقاء القريبين مني يا دوب يحكي معي بالاسبوع مره. فلما خسرت شغلي وخسرت اهلي وخسرت اصحابي واصدقائي، فانا هون اضطريت انه ايش؟ اعيش بزاويه المخدرات. انا دخلت فيها فصير احاسب نفسي انه هاي جبت الاول جبت الثاني خلاص، طب ليش انا زلمه ما اطور من حالي؟ ليش زلمه اصير اجيب المواد انا؟ ليش ما اصير اشتغل في هذا الاشي وانا مدمن؟ بصير اطلع كيفتي ببلاش. هيك المتعاطي هيك بصير يفكر بهذا الموضوع، انه انا بتعاطاها فليش انه انا ادفع عليها؟ انا بجيبها ووزعها للناس، وزعها لاصدقائي اللي هم المقربين، الدائره اللي انا كنت اتعاطى معهم دائما. وفعليا صار الموضوع يزيد يوم عن يوم يوم عن يوم يوم عن يوم، تا وصلت مرحله الكريستال. ليش؟ لان انا مشبع من جميع انواع المخدرات. البودره بطلت تجاوب، الجوكر بطل يجاوب، اللي كنت اخذه كيس مثلا
صرت اخذ 4 باليوم، اتعاطى اكثر. فانا داخل مرحله دمار دمار دمار، خلص انه انا زلمه بس بدي هذا الاشي وما بدي اشي ثاني. فاضطريت انه هسه ازيد العيار اللي انا باخذه، لانه انا هسه ملك باعتبار انا حطيت هذيك المواد، بدي اشي اقوى. بلشت اللي هي بالشبوة، مرحله الشبوة اللي هي يعني اكثر اشي كمان عاطل، وهنا يعني بلشت حياتي غير. هلا الشبوة معروف يعني كسعر مش زي مثلا الاشياء الثانيه، سعرها غالي كثير كثير، وغير هيك مش اي بني ادم باخذها، الاشخاص اللي باخذوها هم معروفين. من اول جلسه اخذت الشبوة، ثاني يوم كنت بطلبها بكميه، يعني خلص بدي اياها هاي الماده، خلص كسعرها غالي وانا خسران شغلي وحياتي وما معي مصاري زي اول، فانا بضطر انه ايش اصير اشتغل بهذا الاشي. هون انا صرت مرحله خلص لا شكل لا جسم لا اعصاب لا تفكير، حد مشطوب ابدا. انت خلص انت عشت جو المخدرات، عشت جو الضياع، وهي الماده هي اكبر ماده خطره عليك وعلى الناس وعلى الحياه واللي انت فيه. مستعد تقتل اصلا، مستعد تقتل اذا انت معكش مصاري وبدك اياها الماده هاي تعمل السبعه ودم انت. انا بدي اشتغل بهذا الاشي، بدي اصير اجيب عن طريق هذا الاشي. انا في ناس خلص انا ادمنت على هذا الاشي، بدي اصير اشتغل فيه بحيث انه انا اصير كيفتي الي، هذا انا بصير اتبعه. تعبت من هذا الموضوع، هلكني هذا الاشي. رحت صرت الم مصاري ابيع تلفون، اضطريت ابيع يوم من الايام تلفوني، بعت التلفون ورحت اشتريت كميه فيها مخدرات. فلما انا رحت اشتريت هاي المواد بدي اصير ابيعها لمين؟ لاصدقائي انهم بتعاطوا هاي الماده. الفتره هاي صار معي القيد الثالث. طبعا لما كنت انا خلص انسان واصل لمرحله يعني ربنا بجوز بحبني، انه ربنا بديش يدخلني بمود، بدوش يدمر حياتي، بده اياني اصحى مسكت وانا معي كميه صغيره، ولا انا كنت يعني ماشي بطريق سودة سودة سودة. انسجنت على القيد الثالث، طولت، قعدت فتره طويله. هون انا صرت اراجع حساباتي اول باول. فتره الحبس هاي اللي انا قاعد فيها بلشت الماده تطلع مني اول باول، طبعا بس بمعاناه، مش انه تطلع منك عادي. اعراض، ابول على حالي، عرق، ريحه معدتي دائما طالعه، ريحه الي من جوا. صابني وصلت مرحله السال، يعني فيش اكثر من هيك، يعني ما اقدر امسك حالي لما اجي ادخل على التواليت ابدا، ما اقدر. كمان بنفس الوقت شهيتي ما في، انحفت اكثر. بلشت الامور اسبوع 10 ايام 15 20 يوم بلشت انا اتحسن شوي، اطلع من هذا المود، اطلع. الفتره اللي انا حبست فيها بلشت يعني بعد الشهر احس حالي طبيعي، صرت انام نوم عادي. الموضوع بلشت احس بحالي انه قاعد برتاح، انه جسمي عم برجع، بلشت اكل اول باول. في مرحله انه انا خلص انه قاعد بصحى بس بدي اشد على حالي، بدي اخذ قرار انه غلط 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 غلط، بدي ابعد عن كل اشي. ليش؟ لانه بلشت اطلع من مرحله الادمان، صار يتحسن وضعي. عدت ال40 يوم بلشت احس حالي انه شخص طبيعي، اخذ على الامور. اللي صار معي اللي هو هذا ما بنسى هذا الموقف، اللي هو دمر حياتي اكثر شيء، انه شخص مش قادر اشيل اشي ابدا، انه صارت عندي اعراض الرجة. يعني هون صرت اخاف على حالي، انه اصير ادعي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني كنت اقرا عنه بالاول بس ما كنت اصدق. حتى هذا الاشي صار فيي انا نفسي، الرجة، اعصاب ما في، الزعل، الضياق، التوتر، كله هذا مريت فيه، بلشت اطلع منه. عديت ال60 يوم بلشت حالتي تتحسن اول باول. هسا بصير انت ايش تعيش جو ايش الطبيعي، اللي هو الانسان طبيعي، بس انت مش طبيعي 100%، لانه انت اصلا ضايع، كنت عم تدخل هسه بمرحله انك تصحى على حالك، فتصير تتذكر الناس اللي انت بتحبهم، اهلك، اخوانك، خواتك. فعليا بصير انت تتواصل معهم من السجن، تتواصل مع اهلك. لما تسمع الصوت غير ما كنت انت مثلا. انا كنت اتعاطى، لما كنت اتعاطى انه انا مش سائل اول على اخر، اللي بيرن علي يرن. انا هون صرت اشتاق، صرت احس حالي انه انا في فرق بالاول عن اللي هو هسه انا فيه. عديت فتره 100 يوم، طلعت
هون كنت أنا متخذ قرار، قاعد مع نفسي بدل اليوم مرة مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة كثير. كل يوم أقعد مع حالي، كل يوم أعطي حالي باور، كل يوم أشجع حالي أكثر إنه أنا بدي أرجع الشخص اللي كنت بالبداية، بدي أرجع من الزيرو، بدي كل إنسان وقعني ورحت معه وجيت معه ما بدي إياه، بدي ألغيه من حياتي. وفعليا اجتهدت على حالي وتعبت على حالي، وبس كان بدي همي شغلة واحدة، إنه أرجع لبيتي ولأهلي. والله فرجها علي وطلعت. هون بدي أرجع من الصفر، أبلش حياتي كشخص دارس جامعة، شخص كان محبوب بشغله خسرته، بدي أرجع. فبتقعد فترة زمنية لحتى أنت ترجع تخلي الناس تثق فيك. كنت يوم من الأيام مضطر إنه بعد ما أطلع من الحبس إنه بدي أروح على مركز علاجي. فهون قلت لا، الإرادة هي كل شيء. مدت علي الفترة اللي هي 100 يوم بالحبس. هون بلشت أتحسن أول بأول، صرت أشوف حالي أحسن أفضل، صرت أمشي أي حدا يتواصل معي أكنصل، منيح ولا عاطل. بدي أرضي أهلي هسه، بدي أرضي بيت اللي هو أنا عشت فيه. طبعا كشخص واحد كان مدمن وقيد ثالث جايب أنت، فأهلك مش راح يثقوا فيك أصلا. أثبتت لهم هذا الإشي وحلفت على القرآن وأخذت عهد على نفسي، وكنت أدعي بالليل والنهار بصراحة. الله شاهد علي إنه كنت أدعي بالليل والنهار إنه أنا لازم أعمل ستوب. لحتى رجعت لي فرصة هيك بشغل انعرض علي عن طريق شركة قديم كنت أداوم فيها، وعارفين شو أنا كان عندي باور وشو كان عندي طموح وشغل. طبعا بعد ما خسرت مصاري حياتي وشهادتي، وإذا بدي أروح أتقدم لأي بنت خلص حياتي فاشلة، ما حدا يرضى يستقبلني أصلا. وهذا اللي صار معي، برغم إنه أنا كنت بانعي إنه لازم إنه أتجوز حد يعني عمره 35 سنة. ضاعت من حياته 7 سنين بس من وراء إشي تافه. ضعت مش شوي، كثير. هون أنا بلشت إني بدي أقاوم هذا الإشي هسه بإرادتي. صرت أشجع حالي، صرت أطلع أمشي أركض، أصحى الساعة 5:30 الفجر، صرت أبلش بالصلاة، صرت أمشي كل يوم الساعة 6 الصبح لحالي ببالي، دوام على الساعة 10 أكون مجهز حالي قبل أطلع أروح أخلص شغلي أخلص يومي، ما أطلع مع أي صديق إن كان عزيز ولا مش عزيز. والله رضى عني بهذا الموضوع وتبت عنه. وهسه أنا من 2018 ل 2023 لهاي اللحظة الحمد لله رب العالمين دائرتي صغيرة، حياتي بعيدة عن الناس اللي أنا كنت أمشي معها، الناس اللي ضيعوني وأنا ضيعت نفسي فيها، لأن أنا كنت أتوجه لهذا الموضوع. فحياتي هسه أحسن بكثير، بقدر أحل مشاكلي لحالي ببالي، شغلي رجع الحمد لله رب العالمين، أموري عم تتحسن أول بأول. بس هي بدها صبر، بدها إرادة، بدك تقعد مع حالك تفكر. الأشخاص اللي بدهم يسحبوك لهذا الموضوع إنك يا إحسان ما بدك إياهم. أنا بنصح كل حدا دخل بهذا الموضوع أو ما دخل إنه يبعد عن هذا المجتمع الشيطاني، لأنه فعليا مجتمع حقير، والبيئة اللي راح تدخل فيها غير بيئتك. بنصح كل حدا إنه ما يكون فريسي لهذا الإشي.